السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب الشرق الأوسط، وعودة أخرى للحرب في اليمن وتحديدا إلى جبهات محافظة البيضاء. ونتكلم اليوم عن الجبهات الغربية من مدينة البيضاء ألا وهي مديرية الزاهر. وكما هو معلوم هذه المعارك والقتال يجري هناك منذ أكثر من أسبوع، وبعد اليوم الخامس بعد أن تمكنت القوات الحكومية من السيطرة واستعادة بعض المناطق، قامت القوات الحوثية وقوات صنعاء في اليوم الخامس أو يوم الجمعة الماضي بهجمات مقابلة تمكنت من خلالها من استعادة بعض المناطق، وكان أهمها مركز مديرية الزاهر، وتقدمت غربا تجاه منطقة الجماجم، وكذلك تجاه المناطق الأخرى إلى الغرب من الزاهر. إذا نتكلم اليوم عن الحرب في اليمن وتحديدا البيضاء أو محافظة البيضاء، جبهات غرب الزاهر، ونتكلم عن منطقة الغول، لأن هناك أنباء تقول أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة هذه المنطقة. أين تقع هذه المنطقة وما هي أهميتها وما تأثيرها على سير المعارك هناك، وإلى من تجري المعارك حاليا، لصالح من تجري هناك في غرب الزاهر. كل ذلك سنتطرق إليه خلال هذه الدقائق إن شاء الله. كما هو معلوم وكما تطرقنا يوم أمس أن القوات الحوثية بعد أن قامت القوات صنعاء بهجماتها المقابلة تجاه غرب مدينة البيضاء وكذلك شرقها، إلا أن تقدمها الأبرز كان تجاه منطقة غرب الزاهر عندما وصلت إلى منطقة لجردي والجماجم والقوعة وكذلك منطقة الحبج في هذا المكان تحديدا. وكان هناك تدخل لقوات التحالف وخصوصا من خلال الطيران من أجل إيقاف هذه التقدمات أو الهجمات المقابلة للقوات الحوثية، وكذلك وصول تعزيزات للقوات الحكومية من جبهات أخرى. كل ذلك ساعد في إيقاف تقدم القوات الحوثية وكذلك فقدها لزخم التقدم أو زمام المبادرة في جبهات غرب الزاهر. إذا نتكلم اليوم عن غرب الزاهر ونأخذ الخبر من موقع المشهد اليمني. يقول: قامت طائرات مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بسلسلة من الغارات الجوية فجر هذا اليوم الاثنين، مستهدفة تجمعات ومواقع القوات الحوثية بمحافظة البيضاء، وقامت بدك مواقعها وخصوصا مناطق متفرقة بمديريتي الزاهر وذي ناعم. غرب الزاهر وشمالها تجاه منطقة ذي ناعم التي حاولت القوات الحوثية أن تتقدم باتجاه ذي ناعم شمالا وغربا باتجاه الجماجم والحبج. موقع المشهد الخليجي يقول أن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا في جبهة الحبج، أي أن في مديرية الزاهر، أي أن كان هناك هجوما مقابلا للقوات الحوثية تجاه منطقة الحبش، ولكن القوات الحكومية صدت هذا الهجوم للقوات الحوثية. والخبر الأبرز حسب المشهد الخليجي يقول أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة منطقة الغول في منطقة الزاهر بعد يوم واحد من استعادة منطقة أو موقع لجردي. أي يوم أمس تمكنت من استعادة موقع لجردي، واليوم تتمكن القوات الحكومية من استعادة موقع الغول، إضافة إلى بإسناد من طائرات التحالف العربي التي قصفت أو ضربت القوات الحوثية في مناطق غرب الزاهر وكذلك اتجاه منطقة أو مديرية ذي ناعم. بينما موقع المسيرة لم يتطرق إلى جبهات الزاهر من أي اتجاه، فقط تطرق إلى الخروقات الجوية في منطقة الحديدة أو في جبهات الحديدة، وقال أن هناك 86 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة الماضية، بينما جبهة الزاهر المسيرة لم تتطرق لها. وكذلك موقع الإعلام الحربي اليمني التابع للقوات الحوثية يقول أيضا 86 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة. أما في جبهات الزاهر لم يتطرق إلى مجريات والتقدمات أو التراجعات التي حصلت في هذه الجبهة. إذا ما جرى في جبهة الزاهر يوم أمس واليوم محاولات للقوات الحوثية للتقدم تجاه منطقة غرب الزاهر ومنطقة الحبش تحديدا، إلا أن هذا الهجوم تمكنت القوات الحكومية من صد هذا الهجوم، مما دفعها بالتراجع تجاه منطقة قربة أو تجاه منطقة
الجماجم. وكذلك في منطقة غرب الزاهر على الطريق الرابط ما بين البيضاء ومنطقة يافع، بعد أن وصلت إلى منطقة اللجردي يوم أمس تمكنت القوات الحكومية من استعادة هذه المنطقة، واليوم تستعيد القوات الحكومية منطقة الغول التي تقع إلى الجنوب من اللجردي. يبدو أن القوات الحكومية تحاول أن تصل إلى منطقة جبل العر أو العار في هذه المنطقة، وبعض الأخوان نبهونا بأنه اسمه جبل العر، إلى الشمال من منطقة نصبة كساد. يبدو أن الغايات القوات الحكومية هي الوصول إلى هذا الجبل من أجل الوصول إلى الطريق الرابط إلى منطقة وادي مريب، وقد تكون هناك محاولة التفاف على القوات الحوثية في جبهة الزاهر بعد أن تثبتها في الجبهة الغربية أو تحاول التقدم إليها من جهة الغرب، وكذلك عملية التفاف من الجنوب بعد أن وصلت إلى منطقة الغول، وبعد ذلك قد تصل إلى منطقة جبل العر ومن ثم إلى منطقة جبل مريب والتقدم شمالا لتقطع الطريق ما بين البيضاء والزاهر. هل ستتمكن القوات الحكومية من استعادة منطقة الزاهر، أو بالمقابل سيكون هناك هجمات مقابلة أخرى للقوات الحوثية من أجل استعادة الغول أو لجردي، أو حتى مرة أخرى تحاول السيطرة على منطقة الحبش التي جارت فيها أو يدور فيها القتال منذ 3 أيام في هذه المنطقة؟ ما الذي سيجري في جبهات غرب الزاهر؟ كل ذلك ممكن أن نعرفه في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.